عيب وعار هادشي هذا اللي كيوقع لإيمان خليف. تخيلوا معايا الصحافة الجزائرية كاتبة جريدة الشروق الجزائري الحر على الملاكمة الجزائرية إيمان خليف. دابا منين نتوما ديروا بحال هكا شنو خليتوا الصحافة الغربية؟ شنو خليتوا اسيدي المخزن اللي قلتوا المخزن هو اللي داير هاد الحملة هادي؟ شنو خليتوا المخزن منين نتوما كتوصفوها بالجزائري الحر؟ ماشي حشومه. اما شنو سميتو الدراجي قال لك اسيدي ب1000 رجل، نتوما تقولوا الجزائري الحر. انا الصراحه كندير راسي في بلاصه هاد الملاكمه هادي، غادي تكون النفسيه ديالها دمرات. مزيان ها هي مازال كتريني وكتغلب وها هي تاهلات، ولكن الداخل ديالها راه غادي يكون مدمر. حاولوا شويه تراعيو. انا الصراحه ما بقيتش نهضر في هذا الموضوع، الا كنت غادي نهضر في هذا الموضوع دفاعا على ايمان خليف سالينا. حيت الا شتي تصاور حنا دابا فاش قلبنا مزيان السيده راه كانت عاش الطفوله ديال انوثه، انت كتشوف فيها التصويره ديالها هي هذه. يعني المشكله راه قلتها لكم شحال من مره، قلت لكم المشكله ديال المسؤولين الجزائريين اللي ما عرفوش يدافعوا على الملاكمه ديالهم. حنا راك شفتوا في الماتش اللي وقع مع الارجنتين في البلاصه رجعنا، ولاول مره كتوقع في التاريخ حيت وقفوا الرجال. حتى دابا خاص يوقفوا الرجال باش يسالي هذه المهزله هذه ديال الملاكمه ايمان خليف، وتخليوها حتى هي تعيش حياتها كما بغات. تهلاو.